من اهم الحاجات اللي انت المفروض تكون عارفها ايه الجوب تايتلز اللي موجوده في المجال، وايه السكيلز اللي انت محتاج تعرفها عشان تشتغل الشغلانه دي. ايه دور كل جوب تايتل موجوده في المجال؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. اول وظيفه هنتكلم عليها النهارده هي السي تي او. السي تي او اختصار لشيف تكنيكال اوفيسر، وده ببساطه جدا بيبقى اكتر شخص ملم بالتكنيكال في الشركه كلها، وده بيبقى مسؤوليته ان هو يحل اي مشكله تكنيكال بتقابل اي تيم شغال في الشركه، وطبعا ان هو يوفر كل التكنيكال ريكويرمنتس اللي الشركه محتاجاها علشان تحقق الاهداف بتاعتها. السي تي او غالبا بيكون هو الاول جونيور سوفت وير انجينير، وبعد كده سينيور، وبعد كده تيم ليد او تك ليد، بعد كده بقى بيبقى سي تي او. السي تي او لازم يكون عنده مانجمنت سكيلز كويسه جدا علشان يقدر يهندل البوزيشن ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا لغط كتير قوي ما بين تو بوزيشنز مشهورين، هو السوفت وير انجينير والسوفت وير ديفلوبر. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بص يعني السوفت وير انجينير راجل بيبقى ملم بكل مراحل تطور المشروع، يعني السوفت وير ديفلوبمنت سايكل كلها هو عارفها، من اول الريكوايرمنتس والديزاين والاركتكتشر والتستنج والديبلويمنت والديفلوبمنت، كل المراحل ديت هو ملم بيها وهو عارفها وبيتابعها. اما السوفت وير ديفلوبر هو ملم بمرحله واحده بس اللي هي مرحله الديفلوبمنت. سوفت وير ديفلوبر هو ده الراجل اللي بيكود، اللي هو مثلا احنا بنعمل ويب سايت فده بتاع البي اتش بي، هو بيكود بي اتش بي في الويب سايت ده. فالسوفت وير انجينير بيبقى ملم اكتر من السوفت وير ديفلوبر. في برضو مصطلحين او جوب تايتلز على طول بنتلخبط ما بينهم، هو البيزنس اناليست والسيستم اناليست. البيزنس اناليست والسيستم اناليست دول شخصين قريبين جدا من بعض. الفرق بين الاثنين الاتي: احنا لو عندنا كلاينت وعندنا سوفت وير عايزين نطلعه للكلاينت ده، بيبقى في جاب ما بين الاثنين دول، فبيجي حد اسمه بيزنس اناليست يقعد مع الكلاينت يقول له تعالى يا سيدي قول لي انت البيزنس بتاعك بيعمل ايه، انت عايز ايه ومحتاج ايه من السوفت وير دوت، وبيبدا يفهم البيزنس دوت كويس جدا جدا. اوكي، بعد كده ياخد البيزنس ريكويرمنتس ديت ويجي هنا دور السيستم اناليست. السيستم اناليست هو اللي بيحول البيزنس ريكويرمنتس ديت لسوفت وير تاسكس بقى، يعني بيحاول بقى يحول من دوت لدوت ويعمل تاسكات يديها للديفلوبرز علشان يبداوا يشتغلوا بدوت. اوكي، يبقى السيستم اناليست والبيزنس اناليست الاثنين دول ما بين الكلاينت وما بين السوفت وير. البيزنس اناليست بيبقى مختص بشغل البيزنس اكتر وبيفهم البيزنس قوي بتاع الكلاينت، اما السيستم اناليست بيبقى جزء السيستم والديفلوبمنت اكتر. في شركات صغيره او ستارت ابس ما بيبقاش عندها المشاريع الضخمه اللي بتحتاج الاثنين دول، ففي بقى مصطلح طلع اسمه بيزنس سيستم اناليست. ده ببساطه جدا شخص بيعمل الدورين اللي انا كنت بتكلم عليهم دول. في حاجه مهمه جدا برضو لازم نكون فاهمينها، الجوب تايتلز دي مش حاجه ستاندرد، يعني هي بتختلف من شركه للتانيه ومن دوله للتانيه ومن وقت للتاني وهكذا، بس ده تقريبا الحاجات اللي متفق عليها. على فكره شغلانه البيزنس والسيستم اناليست دي بتبقى حاجه حلوه جدا للناس اللي مش بتحب تكنيكال قوي او مش بتحب بروجرامنج قوي، خصوصا البيزنس اناليست، فلو هو عارف شويه بيزنس حلوين وشويه تكنيكال حلوين هيقدر يفيد في البوزيشن ده حلو جدا. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.